بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكم في بيتكم في السفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا بيتكم الثاني، بيت باب مفتوح لكم كل ساعة تريدون فنحن في خدمتكم. أنا الحمد لله بدأت مهم، يعني بدأت في الأمور الدراسية تقريبا قبل حوالي 40 سنة، تقريبا سنة 85 حوالي 85 دخلت في كلية العلاقات الدولية في الخارجية. يعني تلك الزمان كمان الوزارة الخارجية عنده كليات خاصة لتدريب موظفين فيها. دخلت هناك وخرجت تقريبا بعد 4 سنوات 89 خرجت من هذا الكلية ودخلت بالخارجية. وبعد سنتين أول مهمتي كان في لبنان من سنة 91 حتى 51 كنت في لبنان. وبعده هلا أنا أقول بين المهمتين شو عملت في الداخل. ومهمة الثانية كان في الميس في القاهرة من سنة 2000 حتى 2003. بعدين من 2007 حتى 2010 كنت في سوريا ولبنان. وآخر مهمتي قبل تونس كان تقريبا من 2015 حتى 2018 2019 20 تقريبا 5 سنوات. آخر مهمتي كنت في العراق قنصل العام في السفارة الجمهورية الإسلامية في العراق. يعني تقريبا وهذا في تونس المهمة الخامس خارج، وإن شاء الله بتكون آخر مهمة بعد خلاص من تونس سأكون متقاعد إن شاء الله. الحمد لله. وفي بين المهمات في طهران يعني مهمات كثيرة موجودة. يعني بدأته بالخارجية من دبلوماسي عادي، رئيس إدارة، مساعد مدير عام الشرق الأوسط، مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساعد وزير الخارجية، مشاور وزير الخارجية. يعني في تلك كل الخطوات الإدارية الحمد لله في الداخل والخارج عملت الحمد لله. أنا صار تقريبا 40 سنة 38 سنة تقريبا أنا كنت أكون في الخارجية. والحمد لله كان تجربة جميلة جيدة، والحمد لله كله كان في المنطقة العربية في لبنان وسوريا والعراق ومصر. الحمد لله ختامه مسك في تونس. أنا قبل أن أجي إلى تونس بعنوان سفير كنت مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجئت إلى تونس بعنوان مدير عام إلى تونس وإلى الجزائر وإلى موريتانيا. التقيت مع كثير من المسؤولين تونسيين الجزائريين. حتى في موريتانيا التقيت مع فخامة الرئيس الموريتاني بعنوان الممثل الإيراني. الحمد لله علاقاتي في هذا المنطقة اللي أنا قلت إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان في ضمنها تونس. يعني من البداية كنا نعمل في لبنان ولكن تونس في دائرتنا، كنا نعمل في سوريا تونس في دائرتنا. يعني تقريبا في خلال 30 سنة أنا تقريبا في تعامل مع تونس من بعيد، هلا ليس مباشرة، ولكن خلال تقريبا 4 سنوات الأخيرة 4 سنوات قبل ما أجي إلى تونس وأنا مدير عام الشرق الأوسط، وبعد مساعد وزير الخارجية في خلال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنا عندي تبادلات مع تونس. كما تعرفون العلاقات الإيرانية التونسية ليس فقط في مستوى 80 سنة، من 80 سنة نعم علاقات دبلوماسية وجد، ولكن إذا تعرفون التاريخ من بداية دخول الجيش الإسلامي إلى تونس كانوا في ضمنهم جنود من إيران من خراسان، والآن موجودين في تونس بني خرسان من قديم من تلك الزمان. وسمعت من بعض العلماء التونسيين مثل الدكتور علي الشابي الإيران المستشرق كبير في تونس، هو قال لي لأن مدينة قيروان كان مدينة إيرانية اسمه كاروان. كاروان يعني موكب، المواكب الإيرانية. هذا المدينة أسست على يد الإيرانيين من خراسان، جاءوا في ضمن الجنود الإسلامي إلى شمال أفريقيا وتونس، سميت كاروان، بس بمرور الزمن تعربت وصار قيروان. يعني دخول وجود إيرانيين معكم من قديم من بداية، والآن أكثر من 200 أو 300 لغة فارسية في لهجة تونسية. مثلا هذا مثلا أنتم تقولون كليم، ونفس الجليم بالقاف نفس الإيرانية، أو كوبا على الباب نفس الكلام نحن نقول كوبا، أو كلمات متعددة موجودة مش من إيران في تعامل. أنا أقول العلاقات الإيرانية التونسية علاقات جديدة من قديم موجودة، ولكن في صعود ومنحدرات وكذا. الحمد لله في السنوات الأخيرة جيد جدا. في بداية دخولي في تونس قبل سنتين، في هذا السنتين جيد جدا. أنا كنت سميت تونس الخضراء، والله الحمد لله يعني شفت تونس بمعنى تونس الخضراء. من العاصمة ساعتين إلا تبرقة وما بعرف
تبرقة كله. هلا أقول لك زرت تقريبا ثلثين من تونس. أنا زرت من شمال حتى كاف وتبرقة وبني عين دراهم، حتى قبل أسبوعين تقريبا كنت في منطقة كاف، مائدة يغورتا، رحت يغورتا بازيليك وكذا. وحتى الجنوب في كل المناطق الساحلية من نابل وحمامات وما بعرف سوسة وجم وقيروان مهدية حتى الجربة، حتى يعني نمت ليلة في جربة يعني. ومنطقة الجنوب في توزر وقبلي، تقريبا كل هذه المنطقة في خلال هذه السنتين شفت الحمد لله جميل جدا. على الرغم صغر حجم تونس، تعرفون تونس أصغر من إيران 10 مرات. تونس 160 ألف كيلومتر، إيران 1,600,000، بالضبط 10 مرات أكبر من إيران، أصغر من إيران، ولكن كل شيء موجود. يعني أنا قلت بعد بساعتين تبرقة وعين دراهم في غابات وما شاء الله كل شيء موجود. بثلاث ساعات إلى الجنوب قبل توزر وقبل في صهاري. والحمد لله الحمد لله. والثقافة التونسية، ثقافة تونس تاريخ من قرطاج. عندي كتاب في بيت تاريخ تونس 1000 صفحات من قرطاج حتى اليوم. أمس انتهيت الكتاب. خب تاريخ أنت تونس، تاريخ علم أدب كل شيء الحمد لله موجودة. أنجد الشعب التونسي شعب لطيف جدا جدا. وبحسن حظي إذا دخلت في تونس كان في بداية قضايا وعد الصادق الأولى ووعد الصادق الثاني. الحمد لله في هذا السنتين كل تعاملات تونسية معنا كان جيد جدا الحمد لله. وآخر كلامي للأخ والأخوات التونسيين بأن نحن إيرانيين نحبكم ونحب الشعب التونسي. علاقاتنا علاقات قديمة من قرون متطاولة قديمة، والحمد لله في هذه السنوات الأخيرة تطورت علاقاتنا علاقات إيجابية جدا جدا. ونريد بس العلاقات معكم. تعرفون ثقافاتنا ثقافات مشتركة، اللغات مشتركة بين البلدين موجودة. وحتى على الإحصائيات تقريبا حوالي 200 لغة إيرانية موجود في لهجة تونسية. ونأمل إن شاء الله بتكون تطورات العلاقات في كل المجالات، علاقات تتطور إن شاء الله. نريد عزة والكرامة والازدهار للشعب التونسي. الآن تعرفون كثير من أسامي إيرانية موجود في حتى أسامي للأشخاص. سمعت بعض الأخوات التونسيين اسمهم شيراز، وبعض الشوارع التونسية اسمهم شيراز، إصفهان وطهران. والحمد لله هذه التطورات الإيجابية في خلال السنوات الأخيرة تطورت بسرعة. وإن شاء الله نأمل لكم الازدهار والعزة والكرامة لكل الشعب التونسي حكومة وشعبا، وإن شاء الله كل المسلمين كل الناس في العالم في تطورات إيجابية.